حلو وبسيط وسريع، ما بياخدش وقت خالص، مش هياخد منك اكتر من نص ساعة. كمان مكوناته بسيطة جدا، بيعتمد على كوباية واحدة بس من دقيق السميد او دقيق البسبوسة. في الاول هحتاج كوباية واحدة من السكر، وهضيف عليها كوباية من المية. ومهم جدا ان احنا نعاير كل المكونات بنفس الكوباية. هرفعهم بقى دلوقتي على النار، وما ينفعش اقلب هنا خالص بمعلقة علشان ما يسكرش معايا. هرفعهم على النار، ولو عاوزة اقلب ابتدي احركها كده بالايد، ما نضيفش هنا معلقة خالص غير لما السكر يدوب تماما نقدر نقلب بالمعلقة. هنا كان السكر داب تماما. بعد ما يدوب السكر وتوصل لمرحلة الغليان، بنهدي النار، نخليها متوسطة، ونسيبها تغلي كمان 5 دقايق، وبعد كده بنطفي النار. معايا بقى في طاسة تانية معلقتين كبار بالظبط من الزبدة. اول لما الزبدة تبتدي تسيح هنزل عليها بكوباية السميد، وهقلب تقليب مستمر على نار متوسطة. ودي السميد من الحاجات اللي بتاخد لون بسرعة جدا، ما بتستحملش النار، فما ينفعش نسيبها خالص، لازم ايدنا فيها كده على طول لحد ما نوصل للون الذهبي او اللون الاشقر. هنا الحلو بتاعي كان سكره مظبوط جدا، بس لو حابين السكر زيادة شوية هتزودوا كوباية السكر اللي احنا حضرناها في الاول، تبقى كوباية ونص سكر بس، مش هنزود المية، يعني نزود السكر وما نزودش سوائل. هنا ما شاء الله دي السميد خد اللون الحلو اللي احنا عاوزينه. هضيف عليه بقى دلوقتي الشربات او السيرب اللي احنا حضرناه، اقلب تقليبه بسيطه، وبعد كده هضيف عليه كمان كوبايه من الحليب. كمان الحليب يكون بارد مش سخن. وهقلب بقى كده باستمرار، وما تخافوش او تقلقوا من كميه السوائل اللي احنا ضفناها. دي السميد هيشربها، دي السميد من الحاجات اللي بتاخد سوائل كتير جدا، هيستوي في السوائل دي وهيشربها وهيبقى متماسك معايا ان شاء الله. كمان ضفت شويه من الفانيليا البودر. لو تلاحظوا انا كل مع استمرار التقليب الخليط او دقيق السميد معايا بيتقل اهو. واهم حاجه ان احنا ما نسيبوش خالص، ايدنا فيه كده على طول. هنقلب لحد ما نوصل للقوام اللي احنا عاوزينه، ان هو يكون قوام متماسك الى حد ما. هنا كمان لسه شويه. هنا لما نبتدي نقلب نحس انه ابتدى يفرول معايا اهو، مفيش فيه اي سوائل خالص، كده القوام مظبوط جدا. خلاص كده هرفعه من على النار، وابتدي اصبه بقى في الصينيه اللي احنا هنشكله فيها او هنقدمه فيها، اي صينيه عندكم تحبوها. وهساوي بقى السطح بتاعه كويس. مفيش احسن طبعا من السباتيولا في تسويه السطح بتاعه، هو طري جدا وبيتوزع بسهوله اهو. كده خلاص بقى جاهز معايا، بس مش هدخله التلاجة، هركنه على جنب لحد ما احضر الطبقه التانية. هنحضر القشطه الكدابه او المهلبيه، عباره عن كوبايتين من الحليب، هضيف عليهم معلقتين ونص من السكر، حابين السكر زياده شويه خلوهم 3 معالق، معلقتين ونص كبار من السكر. وكمان هضيف عليهم 3 معالق كبار من النشا. تقدروا تستبدلوا معلقه واحده من النشا بمعلقه دقيق، يعني يكونوا معلقتين نشا ومعلقه دقيق، بس انا هنا استخدمت كله نشا. وكمان شويه من الفانيليا البودر، وهقلب كل المكونات دي مع بعض لحد ما النشا تدوب تماما. وبعد كده هرفعه على النار، على نار متوسطه مع التقليب المستمر لحد ما قوام المهلبيه يبتدي يلف ويتقل معايا زي كده. هنا تمام قوي. هضيف دلوقتي معلقه واحده من الزبده علشان تخلي قوامها غني شويه. تقدروا تستبدلوا الزبده بكوبايه زبادي صغيره، بس انا بفضل الزبده علشان الزبادي مع حراره المهلبيه ممكن تكتل معايا وما تدوبش كويس. هنا خلاص بقت المهلبيه بتاعتي جاهزه، وطفيت النار بعد ما الزبده دابت تماما فيها واختفت. هتكون جاهزه، وهنصبها فوق الطبقه الاولى، وندخلها بقى دلوقتي التلاجة لحد لما تماسك. اقل حاجه في التلاجة ساعه. هتطلع معايا بقى، اقدر اقطعها بسهوله، ناعمه تتقطع بسهوله وفي نفس الوقت متماسكه. تقدروا بقى تزينوها باي حاجه عندكم، باي نوع مكسرات تحبوه. تقدروا تزينوها كمان بصوص الكراميل، تكون حلوه جدا. ممكن صوص فراوله، زي ما تحبوا، ده حاجه ترجع لكم. ممكن تقدموها كده حلوه جدا من غير اي تزيين. شايفين بقى؟ اوريكم دلوقتي القطعه متماسكه ازاي، حلو جدا، وبياخدش حاجه في التحضير، يعني
كل حاجة هتحضريها مش هتاخد معاكي نص ساعة، ناعمة وطرية ولذيذة جدا بيدوب. يا رب تكون الوصفة عجبتكم وتجربوها ان شاء الله وتنجح معاكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش بلايك وشير ومتابعة الصفحة وكومنت حلو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله.